لما قعدنا مع تيم الماركتينج وقررنا نعمل فيديو يحكي الستوري ورا MKD، قلنا لازم نبتدي البداية من البيت اللي أنا اتربيت فيه. أنا مروة خيري، ودي القصة ورا مروة خيري ديزاينز. ابتدت القصة لما قررت أدخل كلية هندسة وأنا في ثالثة إعدادي، فكتبت كلمة هندسة على الحيطة بحيث إن هي تكون قدامي طول ما أنا قاعدة بذاكر. خلاص المسألة مسألة وقت وهكون جوه الكلية. ابتدى الحلم عندي يتربط بمكان. ثانوي واعدادي كانت مدرستي جنب جامعة القاهرة. تانية وثالثة جبت مجموع كويس، ولكن ما كانش كافي ان انا اخش جامعة القاهرة. درجة ونص دول او 3/10% كانوا كافيين ان انا اقعد سنة كاملة في الفيوم. اتخرجت من الجامعة، قعدت 6 سنين موظفة عادي جدا. على اخر ال6 سنين كده كانت شوية عندي فيجن ان انا محتاجة أعمل حاجة مختلفة عن وتيرة الشغل العادية. 2017 كانت سنة فارقة شوية عشان عملت حاجتين فيها. فتحت ورق الشركة بتاعي، بدأت البيج بتاعتي اللي هي MKD أو مروة خيري ديزاينز. قدمت في الجامعة بعد 7 سنين انقطاع، أرجع أدرس تاني وأعمل دراسات عليا، وبدأت تمهيدي ماجستير. فضلت الموضوع يمشي واحدة واحدة لحد ما بين السنة الثانية والثالثة حصلت الكورونا، وكان بالصدفة البحتة ده البريك ايفن بتاع البيزنس بتاعي. بريك ايفن في البيزنس يعني نقطة الصفر اللي أنا من قبلها كنت بصرف على البيزنس وكان العائد بتاعي كان بالنيجاتيف لحد ما بقى بالبوزيتيف. أول 6 شهور في 2022 ابتدى يحصل سكيلينج للبيزنس لحد ما كلاينت عندي اتحول لشريك. بس المختلف المرة دي في الموضوع ان احنا عملنا فعلا فيجن وميشن وفاليوز، بس من ضمن الفاليوز بتاعتنا هي البيرسوناليزنج، ان احنا نعمل انتيريور ديزاين او تصميم ليه علاقه بشخصيه الناس اللي بتعيش جواه. انا وعندي طفلين عبد الله وبتول، وامي بشكل كبير هي كانت الداعم الرئيسي والكبير في حياتي، وابويا كمان بس بشكل اندايركت. هايلايت على اخويا وابويا واللي ربوني، ابي طارق اخويا الكبير. لو في حاجه اخيره عايزه اقولها، عايزه اقول ان الاصل في اي حاجه هو البالانس او الاتزان. مش فكره ان الواحد يكون شاطر قوي في شغله ويسيب كل حاجه تانية في حياته، او ان هو يكون متفاني في بيته ويسيب شغله، ويسيب مستقبله وطموحه، او ان هو يعمل الاثنين وما يهتمش خالص بالانترتينمنت بتاعت حياته، ولا حتى يهتم بجسمه او شكله او صحته. طب ليه ما نعملش كل ده مع بعض؟ ليه ما يبقاش الاصل في القاعده هو البالانس، ان الواحد يكون شاطر في شغله، واخد باله من صحته، مهتم بشكله، وبيذاكر كتير وبيدرس، ويكون عنده mental health، مش بس انه خارجيا شكله حلو، لا هو كمان داخليا شكله احلى.